السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة شهد الكلام. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. إزاي تخلي الناس كلها تحبك؟ ده موضوعنا النهاردة. بص يا صاحبي، محبة الناس رزق، بس كمان لها مفاتيح لابد تفتحها الأول. ودي شوية حاجات كده لو عملتها من قلبك هتلاقي قلوب الناس كلها مفتوحة لك. خليك بسيط وطيب. الناس بتحب الشخص اللي قلبه أبيض، اللي بيهزر بس من غير ما يجرح، وبيتكلم من غير ما يتكبر، وكمان اسمع أكتر ما تتكلم. الناس بتحب اللي يديهم ودنه ويسمع لهم، يسمع لهم بتركيز، لأن قليل جدا اللي بيسمع لحد وبيسمع بجد. وكمان ساعد من غير ما تستنى مقابل من حد. مد ايدك للناس حتى لو بكلمة حلوة، وصدقني ده اللي بيرجع لك حب الناس أضعاف وأضعاف وأضعاف. وفي حاجات تانية كمان، خليك صادق، بلاش تلبس وشوش كتير. خليك على طبيعتك، بلاش تلبس وشوش كتير زي ما بقولك. خليك على طبيعتك، لأن الناس بتحس بالكذاب وبتبعد من غير ما تقوله ومن غير ما تواجهه. إنما الصادق عمره ما حد بيبعد عنه. في حاجات كمان، خليك دايما مبتسم. البسمة بتفتح قلوب الناس وبتخلي اللي قدامك يحس بيك، وكمان بيحس براحة لما يتكلم معاك. وكمان ما تحكمش على الناس من غير ما تعرف ظروفهم. كل واحد له ظروفه. ما تبقاش قاسي، مش هتبقى انت والزمن عليهم. ما تبقاش قاسي في حكمك، وافتكر دايما انك مش مكانهم. وفي الاخير بقى يا صاحبي، خليك دايما فاكر ان الناس بتحب اللي يحبهم، واللي بيتعامل معاهم من قلبه، واللي بيحافظ على العشرة. ومش لازم تحط في دماغك ان مستني لما كل الناس تحبك. لا لا، اهم حاجة انك بتعمل اللي عليك عشان الناس تقدر تحبك. وكمان خلي بالك، حب ربنا وخلي ربنا يحبك، هيزرع محبتك في قلوب الناس كلها.